من عاش بالمكر مات بالفقر. من اخطر الصفات اللي ممكن تلاقيها في البني ادم هي الخبث. خليني بس اقول لك ان علماء الفقه شبهوا الخبث بالنجاسه، وقالوا ان النجاسه ترفع بالغسل، اما الخبث يرفع بالسيف، يعني بالقتل. وهنا نلاحظ نقطه مهمه، انك اخطر من نجس يالا. احقر؟ تمام، انت احقر يالا. الخبيث ده شخص بيبان من بعيد على قد ايه ان هو طيب وحنين وما بيبانش عليه الشر نهائي، بس هو من جواه بيخطط ويتكتك وحاجه نتنياهو خالص. الخبث ده صفه مياله للحريم اكتر، يعني شغل نسوان لا مؤاخذه. هو مستحيل يطعنك وش في وش كده، لا، هو شغل خباثه كده. بص، احنا نبان لهم ان هم حبايب، وبعد كده ناخدهم على اخوانه ونضربوه، وبعد كده نسجنوه، وبعد كده نفشخوه، وبعد كده بقى طب وليه كل ده يعني؟ طب ما نقتلوه. لا، الحبايب. الخبيث ده دايما بيكون من دايرتك المقربه، اصل الغريب هيأذيك ليه؟ فممكن تلاقيه واحد من صحابك، واحد من خلانك، او من قرايبك، او ابن عمك، فمش عايزك تزعل. اصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابو لهب عمه. فروق كده وما تزعلش، وخليك فاكر يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونصيحتي الاخيره ليك، ما تامنش لحد ملوش خير في اهله، وخصوصا في امه.